السلام عليكم. شلونكم عيني؟ جاب اليوم فيديو جديد. اليوم الأربعاء 14 شهر 2. موضوعنا لهذا اليوم هو شجرة السبحبح، واسمها العلمي شجرة الزنزلخت. طبعا هاي النوع نوع عراقي. هي شجرة تصعد ممكن 10 أمتار وأكثر. شجرة نفضية، يعني بالشتاء تنفض أوراقها. فأنا عجبني أزرعها بحديقتي وأقزمها. قصيتها يمنا شوفوا، وبدأت تفرع وأحدد ارتفاعها. يعني سويتها على شكل كروي. طبعا هاي بالصيف خضارها يخبل كلش حلوة. وهسه لفت انتباهي انه بدت تخضر من جديد. تلاحظون هاي النموات، يعني ان شاء الله الربيع على الابواب. وهاي تقدرون هسه تزرعوها، موجودة بالمشاتل، متوفرة بالمشاتل. انا اشتريتها من مشاتل القراعات ب7 أبكار. يعني اللي حاب يزرع له شجرة نفضية حتى بالشتاء تدخل الشمس للحديقة ولللواين، ف يعني ازرعوا هاي الشجرة، شجرة السبحبح. وممكن تزرعوها برا بالباب، تظلل على بيتكم على الشارع، او بالشتاء تحتاجون الشمس فهي تنفض اوراقها، راح تدخل لنا الشمس لبيوتنا. شجرة في غاية الروعة. طبعا راح ارفق باول التعليقات. عندي فيديو سابق، يمكن يعني المهم كان صيف وكانت مليانة خضار، حتى تشوفوها شلون كانت، شلون شكلها لما اوراقها خضراء ماشي عيني. اللي يسألني شلون تتكاثر هاي الشجرة، ممكن نكثرها بالأقلام، بالعقل نقص ونزرع مباشر، أو بالترقيد الهوائي ممكن، وممكن بالتجذير بالمي. ناخذ عقلة نخليها بالمي وشوية نضيف لها دارسين تجذر إن شاء الله. وأكثر شيء تتكاثر بالبذور. هي سبحان الله لوش نسميها سبحبح، تصير بها يعني مجموعة بذور شلون السبحة، مجاميع. هاي لما كانت عالية كانت عندي تحمل، بس من قزمتها قامت ما تحمل. المهم شجرة حلوة، واتمنى يعني اللي حاب يزرعها خليه هسه بهاي الايام، خليه يبلش يروح يزرعها، يشتريها ويزرعها. ويا ريت لو زرعوها بالشوارع بالجزرات الوسطية. شجرة حلوة وقوية وتتحمل الحار والبرد وكل شيء تتحمل. ماشي عيني. يا رب يحفظكم والتوفيق للجميع ان شاء الله. اخوكم ابو مشتاق طالب العزاوي. طبعا اتمنى اللي يشوف هذا الفيديو خليه يشترك بقناتي. مو بس يتفرج، اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات، وشاركوا هاي الفيديوهات. مو يلا عيوني، تحياتي يابا.